السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي أصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بسلام وبصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة جايه لكم بطاجن سمك كده، صينية سمك في الفرن. هعملها في الفرن. صلوا وسلم معايا على سيدنا محمد. وفي تكة كده هقول لكم عليها، جيت اعملها ما لقيتهاش عندي، رحت عاملاها في الفيديو معاكم، وهوريها لكم دلوقتي، واتفرجوا معايا للاخر. واللي لسه ما اشتركش في قناتي لغايه دلوقتي ينزل يشترك ويتك على الجرس ويفعله، ويتك على الكل ويعمل سبسكرايب، ويعمل آه لايك للفيديو. اللايك مش هيكلفك اي حاجه خالص، بالله عليك اللايك ما هيكلفك اي حاجه، غير انه هيرفع الفيديو وهيخلي غيرك يشوفه بس. نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي عندي السمك نضفته كويس وغسلته كويس. هتبله بقى. هجيب ليمونتين. بحب اعصر فيه ليمون في قلبه من جوه، وبعصر وبجيب التتبيله بتاعتي توم، على الكمون، على شطه، على كل مكونات البتاع اللي عندي، التوابل اللي عندي، اللي تحبيه تعمليها حبيه. اللي فيه كيس كمان بينباع جاهز لتتبيله السمك. الكيس ده كمان بينباع، بيبقى سهل جدا في تتبيلته. بس انا افضل الحاجه اللي الطبيعيه. وهو كمان على فكره حلو، مش وحش برضو. كل حاجه دلوقتي بقت متوفره ومش غالي، يعني هتلاقيه ب5 6 جنيه. تمام. دلوقتي انا بعصر ليمون في قلبه كله من جوه، واقوم جايبه التتبيله بتاعتي ومتبلاه توم، على كمون، على شطه، على بهارات، على كده، على كزبره ناشفه. ده بس تقريبا ده دلوقتي، ده اللي انا بعمله ده دلوقتي من جوه بس. معايا، ركزي معايا كده. هو السمك عمايله سهله جدا، اهم حاجه النظافه فيه، عشان ما يبقاش بس زفر، وعشان يتاكل جميل وريحته تبقى جميله، وكانت ريحته نفاذه. بقول لك اللي ما نزلش يعمل لي سبسكرايب، يعمل لي يلا لغد، اللي ما نزلش يعمل لي اشتراك في قناتي لغايه دلوقتي ينزل يعمل ان شاء الله، عشان نكبر سوا ونبقى احباب واصحاب جداد كده مع بعض. ويا رب انا بفتخر بيكم وبتشرف بيكم في قناتي، متابعين العسل اللي ما فيش زيهم ابدا. دلوقتي بخرط البصل ده علشان احطه في ارضيه الصينيه اللي انا هعمل فيها السمك. تمام. بخرط البصل جوليان كده، وبعدين هخرط طماطم، وهخرط فلفل حار، وفلفل احمر برضك. تمام. صلوا وسلم معايا على سيدنا محمد شفيعنا سيد الخلق اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وخلي على طول وانتي واقفه في المطبخ، خلي لسانك عامر بذكر ربنا. تستغفري ربك. كل حاجه كده لها حاجه محدده. يعني مثلا انتي بتخرطي بصلايه اهي، اكيد بتحرق في عينيكي. قولي اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم تقبل صلاتي، اللهم اعني على القيام لصلاتي، اللهم. وادعي لاولادك، انت دلوقتي بتدمعي من البصله. خلصنا تقطيع البصله، نخش على الطماطم والفلفل الحار. قطعناهم كده شرايح برضك زي ما عملنا في البصلة. هنقوم حاطينها في الصينية، ونقوم رصين فوقها. شايفين العين النار اللي والعة هناك دي؟ البطاطس شغالة عليها. الست الأمورة كده العسولة الشطورة تبقى واقفة، عين عليها بطاطسيها، عين عليها الأكل اللي هي بتعمله، عين عليها ده، عين عليها ده. تقوم مخلصة بسرعة وتنجز.
بوريكم نفس التتبيله اللي انا حاطه منها في السمك، حطيت بردك منها على الحاجات المكونات دي كلها، وهرصها هحطها، هوزعها في قلب الصينيه بعد ما اتبلها. وبحط زيت عليها، وقطعت ليمونه شرايح بردك، واقلبه كويس. شايفين الليمون اللي في ايدي ده بردك لسه هعمله على السمك تاني، لان الليمون السمك بيحب ليمون. واحط فيه شريحتين في قلبه كده من جوه بردك من نفس التتبيله، احط فيه منها. بس اخلي بالي لازم يكون بردك متوزع تحت السمكه، علشان ما تلزقش مني في ارضيه الصينيه، حتى لو كنت حاطه ايه. ده عليه من بره بقى بردك، بسيب قشره الليمونه عادي. اجيب بقى، هجيب ايه تاني هي بتحطيه على السمك. دلوقتي طبعا الفرن ساخن، الفرن مش علاه دلوقتي، وبسخنه. الليمون عليها تتبيله اهي. صلوا وسلم معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبي يا الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بحط عليه زيت بقى، بوزع على كل سمكه كده معلقه زيت، ما كانتش بتنقط اساسا. قصدي ان الازازه كانت بتنقط بس يعني كده، فعشان كده اتاخرت برضو. اخرط بقى ايه عودين كزبره خضره على الوش كده، وجربيها. وحطيه في الفرن بقى كده من غير تقليب، وولعي الفرن من فوق وتحت، او من الجوانب زي ما بيولع عندك. وروح حاطه فيه صينيه السمك بتاعتك بعد طبعا ما تكوني مسخنه الفرن. ويلا علشان نعمل مع بعض بقيه الاكل. كده حطيت الكزبره الناشفه الكزبره الخضراء بتاعتي، وزعتها على السمك كله. احط قرنين بقى لزوم الشيء كده، لزوم الشطشطه. ونحط بقى قرنين حارين، وندخلها الفرن بقى. يلا تعالى نعمل الرز بتاعنا. جبت حله وفيها معلقتين زيت، ورحت حاطه او سمنه او اي حاجه اللي انت او زبده اللي انت بتحبي تحطيه يعني. ده على حسب حبك لرغبتك للاكله يعني.
بتقومي وقمت بشر البصلة، وهنطلع احلى رز الصيادية ان شاء الله باذن الله. بوريكم البطاطس على النار اهي، والرز كده بيتعمل على النار، والسمك في الفرن. تعالوا بقى، السمك، أكلة السمك بتحب ايه جنب الأكلة دي؟ بتحب طحينة. جيت أعمل الطحينة، لقيت ما عنديش طحينة. يا ماما طب احنا عايزين طحينة. رحت جاري، لقيت عندي في الدرج شوية سمسم، هوريكم انا عملت فيهم ايه. تمام كده، عملنا الرز، خلصنا رزنا. هنحطه بقى، زودت المية بعد ما البصلة اتحمرت. بوريكم البصلة ما اتحرقتش يعني. وده بتنجان وفلفل، بحطه على النار، احطه في الفرن. ما بحطوش في، مش حاطاه على البوتاجاز، على عين البوتاجاز، لا انا حاطه له كده 3 معالق زيت ولا 5 معالق زيت ولا حاجه، ورحت حطاهم رصاهم في الفرن، ياخدوا لون وياخدوا حاجه كده زي ما بالشكل ده جميل ده. دخلته الفرن تاني. الرز بتاعنا كان طبق هو، بس لقيته لسه عايز شويه ميه، رحت حطاله. عادي، طالما ايديكي في الحاجه عمرها ما تطلع منك وحشه ابدا. إيه انت اهدى حاجتك كده. ايه يعني لما الرز فاضل فيه شويه طياب، اقوم مزوده له شويه ربع كوبايه ميه، ومغطيه عليه، ومهديه النار خالص، هيطيب معاكي وهيبقى 10 على 10. يلا نشوف هنعمل ايه كمان. دلوقتي انا كنت بدور على طحينه علشان اعمل لهم طبق طحينه للبطاطسه وللسمك، ما لقيتش طبق طحينه. اعمل ايه؟ اسكت؟ لا ما اسكتش، ادور ودعبس علشان اطلع طبق طحينه على السفره وهما بياكلوا. حاجه لابد منها. بدعبس دعبس دعبس، ببص لقيتلك طلعت بايه. تعالي يابا ورينا طلعت بايه. يلا نشوف طلعت بايه. ايه ده؟ الرز لسه بيغلي، مش انا لسه حاطاه؟ الكوبليه ده بيتعاد تاني ليه؟ عشان ما جاتش الحته دي وانا بحط الرز يعني. حبيت اوريكم بالتفصيل ان انا بحط الرز وبعمل يعني. طيب تمام.
حطينا رزنا وهنغطيه وهنزوده. المفروض كنا زودنا العيار شوية. بقول لكم اعملوا لي لايك يلا، اللي لسه لغايه وصل معايا لغايه دلوقتي ولسه ما اشتركش في قناتي ولا عمل لايك، ينزل جري يعمل لايك ويفعل الجرس، يتك على الكل عشان يجيله كل جديد وكل افكار اللي انا بقعد افكر فيها واعملها. ده بوريكم البطاطس الشيبسي اللي انا عملتها، مشروع شيبسي يعني، بس على مليان شويه عشان ما يبقاش ناشف قوي، من يعني ده سمك و... وخلصت كده طلعت البطاطس احط اكلي بقى. دلوقتي بعمل الرز اهو برضك بيطيب على النار. هنغطيه بقى، نزوده كمان شوية مية ونظبط ملحنا ونغطيه عشان يطيب. نظبط ملح الرز عشان يطيب. بوريكم السمك في الفرن، لسه عايش شوية صغننة بس بوريهولكوا برضو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. يا حبيبي يا الله، سترك ورضاك يا الله. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه على البوتاجاز دلوقتي مع بعض. السمك كان طلع اهوت بوريهولكم. يبقى اذا الرز على النار بيطيب والسمك طلع، وخلصنا البطاطس وعملنا طبق سلطة. تمام، يلا نشوف بقى طبق الطحينة ندور عليه. بوريهولكم، لقيت شوية سمسم. شفتوا انا عملته ايه في السمسم؟ تعالى ما اوريكم انا عملته كده ازاي. يلا يا هبه انجزي بقى. خلاص يا ستي شافوا السمك، يلا والشيبسي كمان. يلا تعالي بقى نشوف. حطي الجنينه بتاعتك وتعالي يلا اما نشوف هتعملي ايه في السمسم اللي انتي لقيتيه ده. هتعملي فيه ايه؟ لا هتحطي زيت ولا هتحطي سمنه ولا هتحطي حاجه. السمسم اصلا فيه نسبه زيوت عاليه، فاحنا هنقوم حاطينه على نار هاديه كده في طبق معدن. لازم يكون طبق معدن عشان لا يشيط فيه ولا عشان ما بيستحملش. لا اما حله لا اما كسرولة لا اما طبق معدن كده نحطه فيه ونقلب نقلب نقلب لغايه ما يتحمص ويبقى لونه. انا عايزاه لون الطحينه مش ابيض، انا مش عايزه لون الطحينه ابيض، انا عايزاه لونها محمر سنه كده. فشوف هنطلع السمسم شكله ايه علشان يبقى ايه. وخلي بالك ايديكي ما تسيبش السمسم وتروحي شمال ولا يمين، لان بيتشعبط من النار بسرعه، ما بيلحقش يستحمل النار عليه. هتن اقلب 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 لغايه ما ياخد لون معايا، لون الذهبي كده كأنك بتحمري لسان عصفور. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلوا معايا يا أحبابي يا صحابي، صلوا معايا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قلتوا لأولادكم على آية الكرسي ولا لأ؟ الدراسة جايت وفتحت وكل حاجة، كلها أسبوعين والمدرسة الأخرى تشتغل، ونصحى من بدري ونودي مدرسة ونجيب من مدرسة ودروس. لازم نخلي أولادنا يبقوا قايمين رايحين جايين، نعودهم من صغرهم كده علشان لما يكبروا ربنا يعينهم ويقويهم. دلوقتي شايفين السمسم معايا عمل ازاي؟ بدأ ياخد لونه، هو بدأ يتغير، ما بقاش أبيض زي الأول. آية الكرسي دي قلنا قبل كده إنها ربنا اللي يقرأها ربنا بينزل له عدد حروفها، عدد حروفها جنود من عند الله سبحانه وتعالى، يصونوا يحفظوا ابنك أو بنتك. ربنا يحملكم أولادكم جميعا ويحملنا أولادنا يا رب جميعا. واخدين بالكم من لون السمسم بدأ يتغير؟ وايديا ما بطلتش تقليب فيه، ولا سبته ولا رحت هنا ولا هنا. السمسم بالذات لازم كده، ولا بحط عليه ملح ولا بحط عليه اي حاجه. تعالوا دلوقتي هنشوف بنعمل ايه. اهو بدأ يحمر اهو. ما تقوليش ده انت هتحرقيه يا هبه، لا ما تخافوش. شوفوا بس لونه هيتبقى عامل ازاي. انا مش عايزه الطحينه بيضه، انا عايزاها محمره شويه، تبقى لون ايه، داخله على لون الحمار كده، غامقه كده. مش عايزاها يبقى طعم السمسم فيها ني كده، لا، عايزاه متحمص متحمص وطعمها جميل. وتستعمليها تحطيها على جبنة، تحطيها جنب كاتشب، تحطيها جنب اي اكلة تاكليها. بحب ادخل الطحينة في كل حاجة. احمر خالص اهون. اديله كمان تكة. خلاص بقى لونه دهبي خالص اهو. تعالوا بقى، طفت عنه النار. تعالوا بقى نشوف هنعمل بيه ايه. احطه في الكبة بعد ما بيبرد سنة، بس مش لازم يكون، مش لازم، ما تخلوهوش سخن قوي يعني. شايفين كوباية السمسم دي؟ دي كوباية سمسم، احط عليها كوباية زيت او نص كوباية، كوباية زيت، كوباية الا ربع زيت كده.
ونعمل احسنها طبق طحينة مع بعض. دلوقتي انا حطيت لها ملح، ودورت على كمون احط لها معلقة كمون، يعني ربع معلقة كمون كده، مش معلقة كبيرة يعني. وتظبطي ملحك وتظبطي توابلك، يعني انت بتحبي تحطيها على طحينتك. تمام. صلوا معايا وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه أفضل الصلاة والسلام. نكمل بقى ضربها عشان تبقى ناعمة وجميلة ولونها جميل كده وتخينة معانا. وهوريكم سمك الطحينة بتاعتنا عملتها زيها ايه. اي حاجة في البيت متوفرة عندك كده هوت، ما تغلبيش، اعملي اي حاجة كده عندك في البيت. نضفي اول باول كده، اي حاجة تقع منك امسحها اول باول، لان احنا في الصيف ممكن يجيب نمل وممكن يجيب اي حاجة. مثلا اضرب فيها لغاية ما سمكها يتقل معايا. واللي عايز اي حاجة في التعليقات يقول لي عليها، يقول لي يعني اي سؤال، اي سؤال انا تحت امركم. دي معلقة طحين. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين. خلصت ضرب فيها، عمالة أضرب فيها هي. يلا خلصت ضرب فيها، تعالوا نشوفها بقى سمكها قد ايه وعاملة ايه ولونها بقى جميل ازاي. شفتوا زي ما انا عايزة اللون هو طلع. شايفين سمكها؟ لا خفيفة ولا تقيلة. كوباية السمسم طلعت لي طحينة قد ايه. طبعا مش هناكل دي كلها دلوقتي، بوريكم الاكل. خلاص الشكل النهائي بتاعنا، ادي الشيبسي والسام او البطاطس، وادي السمك بتاعنا. الرز كان طلعوه بره، وكنت بقى ده اللي عملته في الفرن معاكم دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.